باسم السيد وزير الموارد المائية وكل كادر وزارة الموارد المائية العراقية، نرحب أجمل ترحيب بالسادة ضيوفنا من الجمهورية العربية السورية، وعلى رأسهم السيد وكيل الوزارة لشؤون الطاقة. أهلا، والوفد المرافق له أهلا وسهلا بهم. كانت هذه الزيارة تأتي ضمن رغبة البلدين بتعزيز التعاون والتنسيق في مجال إدارة المياه. لا شك في موضوع حوض الفرات. مر بلدنا والمنطقة للسنوات الماضية بأزمة مياه حقيقية، وتحدي كبير كان على بلدينا. لا شك أن الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق تمثل دولة مصب لنهر الفرات، وكذلك دولة المنبع اللي تركيا. إذن كان هنالك تنسيق وتعاون مشترك ما بين الكوادر الفنية وعلى كافة المستويات لإدارة الأزمة. الحمد لله أجاد الله في هذا العام بوفرة مائية، وكان أيضا هنالك تنسيق عالي المستوى في إدارة موجة الفيضانية والاستفادة القصوى من هذا المياه المتوفرة. هذه الزيارات فرصة طيبة للكوادر الفنية للجانبين لتبادل الرؤى في المجال الفني والإداري والتواصل، وكذلك تمكننا مع الأخوة الأشقاء في الجمهورية العربية السورية لتمثيل رؤية مشتركة اتجاه دولة المنبع الجارة تركيا. أهلا وسهلا بهم مرة أخرى، ومرحب بكم في بلدكم الثانية العراق. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لمعالي وزير الموارد المائية الدكتور مثنى، إضافة إلى الزملاء والأصدقاء سعادة الوكيل الدكتور رائد وسعادة الوكيل الغائب الحاضر الدكتور حسين على هذه الدعوة الطيبة. طبعا الحمد لله، كما تفضل سعادة الوكيل، التعاون والتنسيق مهم جدا في بيننا كبلدين. طبعا مياه نهر الفرات ومياه نهر دجلي تعتبر عمود فقري لكل من سوريا والعراق. الرؤية الفنية الموحدة تعود بالفائدة على كلا البلدين. الحمد لله خلال هذه الزيارة زرنا الهيئة العامة للسدود والخزانات، وزرنا أيضا المركز الوطني للموارد المائية، واطلعنا على تجارب إخواننا في إدارة وتشغيل السدود. طبعا العمل إن شاء الله جد مهم أن نكون على نفس الصفحة وأن نكون على نفس الرؤية إن شاء الله. سوف يكون هناك في المستقبل تفعيل عمل اللجنة الفنية الثلاثية بين سوريا والعراق وتركيا. طبعا استعرض إخواننا التحديات والمشاكل التي نعاني منها خلال السنوات السابقة، التي تمثلت بخفض الإطلاقات، التي تمثلت بتراجع مناسيب نهر الفرات ونهر دجلي، إضافة إلى تراجع في جودة المياه. في المستقبل إن شاء الله، ومن خلال العمل المشترك بين البلدين الحبيبين، نستطيع إن شاء الله الجلوس مع الجانب التركي والعمل على تحسين الإطلاقات وتحسين جودة المياه، بما يعود بالنفع العام على كلا البلدين. في الختام أتوجه بأسماء الشكر والتقدير لإخواننا في الجمهورية العربية العراقية، ونتمنى زيارتهم في القريب العاجل إلى بلدهم الشقيق سوريا، وجزاكم الله خير. أسامة، سؤال: هل هناك اتفاقات جديدة بين البلدين لضمان حصص مائية مستقرة لسوريا والعراق؟ إخواني، نحن في اتفاقية عام 1989 سابقا. هذه الوثيقة هي الوثيقة المعتمدة. طبعا الحصة المائية 500 متر مكعب في الثاني مع الجانب التركي. هذه الحصة موزعة على الشكل الآتي: 58% لإخواننا في العراق، أي بمعدل 290 متر مكعب في الثاني، و42% إلى سوريا 210 متر مكعب في الثاني. خلال السنوات الجفاف وللأسف كان هناك خفض في الإطلاقات. هذا الأمر نتج عنه صراحة تراجع في المناسيب وتراجع أيضا في جودة المياه. إن شاء الله كما ذكرنا من خلال اللجان الفنية المشتركة الثلاثية نستطيع معالجة هذه الأمور في المستقبل، بما يعود بالنفع على كلا البلدين إن شاء الله. طبعا سؤال آخر لأستاذنا الوكيل: هل هناك يعني بعد الإطلاقات المائية الأخيرة هل ستحدث هناك زيادة في الطاقة الكهربائية، خصوصا مهندسة الحديثة كان يعاني بالفترة السابقة وتوقف بعض التوربينات؟ هل سيتم زيادة الإطلاقات المائية خلال السنة؟ بالتأكيد الاستفادة القصوى من كمية المياه المتاحة. لا شك احنا مقبلين على فصل الصيف وحاجة الطاقة الكهربائية متزايدة بهذا الموضوع. هنالك خطة تشغيلية
بالتنسيق مع وزارة الكهرباء بهذا الصدد. بالتأكيد هذا سيأتي بثمار جيدة في إنتاج إضافي للطاقة الكهربائية يعزز المنظومة الوطنية في ذلك. نسب الارتفاع في بحيرة سد الحديدة كانت جيدة إلى نوع ما، لكن لم يتصل الطاقة الخدية الكاملة لحد الآن. النسبة الآن الموجودة في سد مقبولة أكثر من 50% تقريبا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.